كان هناك رجل يدعى نورس، يعرف بقدرته الغريبة على التنبؤ بالمستقبل. لا أحد يعلم كيف، لكنه كان يعرف متى ستمطر، من سيتزوج منه، وحتى من سيموت. وذات يوم جاءت إليه فتاة صغيرة تدعى ليلى، وسألته بهدوء طفولي: متى سأموت؟ نظر إليها طويلا وقال: لن تموتي، على الأقل ليس كالبشر الآخرين. مرت السنوات وكبرت ليلى، لكنها لم تنس كلماته. كانت تنجو من كل خطر يحيط بها، نجت من حادث سيارة، من سقوط من جبل، ومن حريق اندلع في منزلها. كأن شيئا غامضا يحميها دائما. وفي أحد الأيام، بينما كانت تنظف حديقة البيت القديم الذي ورثته عن والديها، وجدت صندوقا خشبيا مدفونا تحت الشجرة. فتحته لتجد بداخله مرآة دائرية مغطاة بالغبار، وعندما نظرت فيها لم تر انعكاس